نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك المشكله بتاعت ناصر ماهر بتتصدر الترند داخل نادي الزمالك. في نفس الوقت كمان نادي الزمالك بتسال نفسها طب احنا دلوقتي ما عندناش غير يعني عبد الله السعيد. هلو رحمه الله وبركاته يا بين جيرل. فخلينا نقول عبد الله السعيد الراجل لما جم كلموه في تجديد، وقلنا لكم قبل كده من زمان لو تفتكروا، عبد الله عنده عرضين، عرض نادي الزمالك ساعتها وعرض ليبي. في نفس الوقت دخل سيراميكا كليوباترا على الخط. مع احترامي مفيش عرض من النادي المصري. تحيه لكم من جنوب لبنان، اهلا باهل لبنان الكرام والحبايب والاشقاء. ربنا يا رب ان شاء الله يفك كرب كل المسلمين وكل العرب باذن الله باذن الله. قولوا امين. وتحيا مصر ويحيا شعب مصر والقياده السياسيه، ويحفظنا كلنا يا رب العالمين. تعالوا سريعا نقول زي ما قلت لحضراتكم ناصر ماهر ومشهد ناصر ماهر هو اللي يعني بيتصدر الترند في جدران نادي الزمالك. ولكن ان شاء الله يعني خلينا نقول ان شاء الله الدنيا تتلم ويرجع نادي الزمالك مره ثانيه. انت بتتكلم عن النادي الاهلي ونادي الزمالك، مفيش دوري يعني احلى من كده، مفيش دوري احلى من كده. لازم يكون في قطبي الكره المصريه. الرخص لو سمحت. ماشي يا عم، حقك، ماشي، حلوه جدا جدا جدا. طيب بعد اذنكم لايك، سبسكرايب، شير الفيديو، وفي نفس الوقت اشترك في القناه وفعل زر الجرس هيجيلك كل جديد. ايه تاني غير ناصر ماهر؟ في انقسام كبير جدا في نادي الزمالك حول بيسيرو. يعني بيسيرو حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي حول بيسيرو لازم يمشي ولا يقعد ولا يروح فين بيسيرو؟ انا بقول لحضراتكم ما تحكموش على بيسيرو، يعني ادوا لازم الراجل ياخد فرصته الاول. هات له لعيبه. خلي بالك نادي الزمالك فاضي من اللعيبه، ما حدش يزعل مني من جماهير نادي الزمالك. الماتش بتاع امبارح بان جدا جدا. سيبك ان انت فزت على حرس الحدود، ولكن لما تيجي تقابل بيراميدز او تيجي تقابل اي فرقه منظمه، لا هيبقى خطر كبير جدا جدا على نادي الزمالك، وبالاخص في الخط الهجومي مفيش حد. انت استبعدت ناصر ماهر بره، فانت كده الاوراق بتاعتك بقت قليله، الاوراق بتاعتك بقت قليله. في نفس الوقت عبد الله السعيد وتجديد عبد الله السعيد قلنا لحضراتكم عليه من فتره كبيره، ولكن دلوقتي عبد الله بقى بيسال مين هيبقى موجود في الفريق. طيب ايه خطتكم المرحله الجايه؟ طيب ايه الدنيا، ايه مش عارف ايه. وفي نفس الوقت في خطوط ثانيه مفتوحه مع عبد الله. طب يا عبد الله جدد، قال لك لا هستنى لغايه اخر الموسم. وعبد الله هي القشه بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك، عشان خاطر عبد الله دلوقتي هو اللي بيتصدر الترند. عبد الله دلوقتي هو اللي موجود في نادي الزمالك. عبد الله دلوقتي هو النجم اللي موجود داخل جدران نادي الزمالك بعد رحيل زيزو للنادي الاهلي. فنادي الزمالك بيحاول بكل ما اوتيه من قوه ان هو يتعاقد مع عبد الله السعيد او يجدد لعبد الله السعيد. بالنسبه للناس اللي سالتني عن الصفقات بتاعت نادي الزمالك، مفيش اي صفقات. نادي الزمالك دلوقتي بيتريث جيدا في الصفقات عشان اللي يجيله يفيده، اللي يجيله يديله، اللي يجيله يقدر يفيد نادي الزمالك، ولكن مش صفقه